شكرا معالي الرئيس، واهلا ومرحبا بمعالي وزير التربية والتعليم الموقر. حقيقة يا إخواني لم يبق الأوائل للأواخر شيء، ولكن بقيت عندي انطباعات بسيطة ومقارنة أبسط بين الكتابين القديم والكتاب المطور. معالي الوزير، بالرجوع إلى مخرجات التعليم في الماضي نجد أن الطلاب العمانيين التحقوا بالتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، وأبدعوا وتولوا العمل في الوطن ونجحوا، ومنهم في هذا المجلس الموقر. ومع هذا يا معالي الوزير قلتم نطور التعليم، وهو في الحقيقة تغيير وليس بتطوير، وكان المفروض في هذا أن يعرض على الأمة قبل إقراره، ولكن لم يكن منكم ذلك. ونقول لكم أن التطوير واجب في كل يوم، والذي لا يتطور فسوف يموت مع هذا الكم الهائل من المعارف والعلوم، ونحن لا نرضى للمناهج العمانية بأن تموت. أما المقارنة يا أصحاب معالي أصحاب السعادة، فأنا عندي الكتاب القديم اللي هو في التعليم العالي، وعندي الكتاب المقرر في التعليم الأساسي. يبدأ التعليم التعليم العالي الكتاب القديم بنشيد يقول: إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. ما هو البديل؟ التعليم الأساسي. اسمعوا يا أصحاب السعادة: الديك هذا ديك أنا أهواه، ما أجمله ما أبهاه، في مشي ما أحلاه، وله صوت لا أخشاه، وله ريش ما أغلاه. غالي ثمين قد ينشره عند خطاه، لا ينقرني إذ ألقاه، رب احفظه رب رعاه، يا الله يا الله. هذا الكتاب المطور أصحاب السعادة. حقيقة هناك قارنوا أصحاب السعادة بين النشيدين: الأول يعرف التلميذ بربه ورسوله وكتابه وعدوه، والثاني يعرفه بالديك وجماله ومشيته وصوته وريشه الجميل والثمين والغالي. أين التطوير يا معالي الوزير؟ والدرس الأول في هذا الكتاب القديم يقول: الله الخالق يعرف التلميذ عن قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض والقمر والنجوم والجبال والبحار والشجر. أما الكتاب الثاني فأول درس يبدأ به بقرات عامر سمينة تأكل العشب، وزوجته تحلب البقرة وتعمل لبن وجبن. هذا المطور من كتاب ما شاء الله الأول الكتاب الثاني. أما الدرس الثاني في الكتاب الأول خالد يصلي، يعلمه الأذان والوضوء وكيف يصلي مع الجماعة. أما الدرس المطور فعنوانه: من أنا؟ أنا مخلوقة صغيرة ألواني جميلة، أعيش في البحر، يصيدني الصياد بالصنارة، فمن أنا؟ طبعا سمكة. وهكذا الكتاب الثالث: سعاد تصوم. أما في الكتاب المطور العصفور ريشه جميل وينام في العش وأمثال هذه. وهكذا يستمر تطوير الكتاب، ولم يرد ذكر الله ولا رسوله ولا دين ولا خلق. كتاب فظ جاف سيخرج أجيالا شدادا غلاظا مؤنثين ومترجلات. والسؤال الذي يفرض نفسه يا معالي الوزير: أي دين أو فلسفة أو جهة أملت عليكم ربط التطوير بالاختلاط؟ ثانيا، أنا أناشد معاليكم التراجع عن الاختلاط والرجوع إلى الحق فضيلة، وإلا نقول لكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.